ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده عاوزين نراجع مع بعض على الترانسفورميشن، عشان بيجي كتير في المتر، المسائل بتاعته بتيجي كتير. وكمان عشان لو حد تايه فيها او مش ظابطة قوي معاه، فنحاول نظبطها مع بعض في الفيديو ده. تمام. فالترانسفورميشن احنا هنتكلم عن الترانزليت، وكمان الروتيت، وكمان السكيل. تمام. فيلا بينا. يلا بينا. آه في الأول أنا عملت الملف ده على أول 16 سلايد من المحاضرة. الأفضل إنك تشوف الشرح بتاع الدكتور، أنا كاتب فيه كل الحاجات اللي هو شرحها. تمام. أول هنا حد فين؟ حد هنا. تمام. هنبدأ من أول هنا. طيب. آه بيقول لك إن الترتيب في الترانسفورميشن مهم، is critical، مهم. تمام. ازاي؟ يعني احنا بنقرا الكود ازاي؟ الاول احنا بنقرا الكود من تحت لفوق. اول ما بنلاقي درو شيب بنحرك الشكل على اساس من تحت لفوق. يعني الدرو شيب ده اللي هو ده عمل روتيت وبعد كده ترانزليت، عمل روتيت اهو وبعد كده ايه ترانزليت، يعني حصل له ازاحة. روتيت يعني لف. تمام. روتيت لف، وترانزليت يعني حصل له ازاحة. تمام. طيب اما هنا حصل له ازاحة وبعد كده ايه لف. حصل له ترانزليت الاول وبعد كده روتيت. تمام. تمام. طيب. طبعا بنختار الماتريكس موديل فيو، وبنحط اللود ايدنتيتي، وبعد كده ايه بنضرب الماتريكس، او بننقل الشكل على حسب ما عاوزين. طيب. ادي الان اتضربت في الام، بعد كده اتضربت في ال، وبعد كده ايه الفيرتكس. تمام. فهيكون ايه transformed vertex، هيبقى n في m في l في ال v. تمام. تمام. طيب. آه الكيوب الترانزليت، دي القيمة x ودي القيمة y ودي القيمة z. تمام. هنقولهم تحت بس يعني ده ايه سريعا. الاكس ما اتحركتش، الواي اتحركت بمقدار 10 يعني اتحرك لفوق بس، والواي برضه والزد بزيرو. طيب. جمعت هنا الروتيت والترانزليت والسكيل. تمام. وخليتهم بطريقة أسهل شوية. يعني مثلا الروتيت جي ال روتيت اف ده بياخد 4 بارامتر. أول واحدة الأنجل، تاني واحدة هي في الإكس ولا لأ، في الواي ولا لأ، في الزد ولا لأ. يعني لو هيلف بأنجل معينة مثلا زاوية 90 حوالين الإكس، فهنخلي الإكس واحد. حوالين الواي هنخلي الواي واحد والباقي صفار. حوالين الزد يبقى هنخلي الزد بواحد والباقي أصفار. تمام. والأنجل قيمتها مثلا 90. تمام. طيب. مهمة خالص. حاجة كمان بقى. الأنجل، الزاوية ب90 يبقى إيه؟ يبقى زاوية موجبة. لو زاوية موجبة يبقى الشكل هيلف عكس عقارب الساعة. تخيل إنك بتبدأها من هنا وعاوز تلف بالموجب، يعني تلف كده، تلف كده، يعني عكس عقارب الساعة. طيب. آه لو الزاوية سالبة، -90، فأنت هتلف مع عقارب الساعة دي. مع عقارب الساعة هتبدأ من تحت عشان بالسالب، مع عقارب الساعة. تمام. طيب. مهم جدا نعرف الماتريكس، دي أهم حاجة. طيب. لو قال لي روتيت
جي ال روتيت حوالين الاكس، عشان دي اكس واي زد، حوالين الروتيت بايه؟ بانجل معين. تمام. فاحنا هنثبت ايه؟ دي طبعا ليها اثبات بس الاثبات مش علينا. تمام. فاحنا بنحفظها تسهيلا علينا ازاي؟ ادي الرو، الكولوم والرو بتوع الدبليو بنصفرهم، ونقطة الالتقاء بواحد. تمام. ده في كله الدبليو دي دايما ايه؟ بتتصفر. طيب، او الروتيشن حوالين الاكس، فهنا الاكس وهنا الاكس، فبنصفر ايه؟ الرو والكولوم، ونقطة التقاطع بواحد. طب هنا حوالين الواي، الكولوم والرو بنصفر ونقطة الالتقاء بواحد، وهكذا برضو في الزد. تمام. طيب، بعد كده هنثبت حاجة، كوزاين ساين ساين كوزاين، وهنا برضو كوزاين ساين ساين كوزاين، كوزاين ساين ساين كوزاين. بس ايه الاختلاف؟ الاختلاف ان في الاكس وفي الزد الساين اللي فوقها هي اللي بالسالب. تمام. اما في الواي الساين اللي تحت هي اللي بالسالب. تمام كده. فهمناها او يعني سهلناها على نفسنا. طيب، ده ايه؟ ده كان الماتريكس. يبقى لو عطانا الانجل مثلا 90 حوالين الزد، وهنا واحد، يبقى كده 90 حوالين ايه؟ الزد. فهنعمل كوزين 90 بصفر، سالب ساين 90 بسالب واحد، ساين 90 بواحد، كوزين 90 بصفر. وإيه؟ طالما حوالين الزد يبقى بنصفر الرو الكولوم والرو، وهنا بنصفر الكولوم والرو دايما. وبس كده. احنا كده عملنا إيه؟ الماتريكس. ده بالنسبة للإيه؟ للروتيت. طيب، بالنسبة للترانزليت، الترانزليت يعني بنحرك الشكل. تمام. فبنحرك الشكل إزاي؟ بالماتريكس دي، الدايجونال بواحد، والتي اكس والتي واي والتي زد، مقدار الإزاحة في الإكس وفي الواي وفي الزد. تمام. بس عشان احنا لو جينا ضربنا الصف ده، الصف ده في العمود ده، فاحنا هيبقى اكس، تمام، زائد دي اللي هي تي اكس. تمام. وهكذا في الواي، الواحد هيتضرب في الواي، وبعد كده نجمع معاها التي واي في الواحد، يعني الواي زائد التي واي، وهكذا في الزد زائد التي زد. تمام. طيب، الديفولت اللي هم لو الشكل مش عاوزه يتحرك، فالجي ال ترانزليت دي تبقى كام؟ بتبقى صفر صفر وصفر. تمام. الديفولت انه يكونوا كلهم بصفار. لو عاوز بقى اتحرك في اتجاه الاكس بالموجب، فبتزود دي مثلا واحد او اتنين، وهكذا. طيب، السكيل، السكيل الماتريكس بتاعتها كده، اس اكس واس واي واس زد. تمام. السكيل اللي هو انك بتمط الشكل او بتضغطه. تمام. فهي دي الماتريكس بتاعته. لازم نحفظ كل ماتريكس بتبقى ازاي عشان نعرف حل. تمام. بس طيب، الديفولت بتاعهم بيبقى ايه؟ بيبقى هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد. طب ينفع اعمل واحدة صفر؟ لا. لو عملت في اي واحدة فيهم صفر او صفرتهم كلهم، الشكل هيبقى نقطة، الشكل هيختفي خالص. تمام. فالديفولت بتاعها ان ده واحد وده واحد وده واحد، كده انت ايه؟ ما مطتش الشكل ولا ضغطته. عاوز تمطه بقى، اعمل مثلا هنا اتنين، هيتمط معاك ناحية الاكس. تمام. بس. طيب، في معلومة بسيطة، ان لو ده مثلا خليته بسالب واحد، تمام، فا ايه اللي هيحصل في الشكل؟ هيحصل فليب للشكل. يعني بدل ما هو كده،
هيبقى كده. تمام. ده لو عملنا ايه جي ال سكيل، وده بواحد وده سالب واحد وده واحد. تمام. طيب ده يعتبر ايه ملخص كل الحاجات يعني. طيب ودي برضه الحاجات دي ايه، هي بس انا خليتها جمعتها في ايه، في سلايد واحد. تمام. طيب ده بقى الشيت. تمام. فاحنا ايه اللي يهمنا، اللي يهمنا هو ده موجود الاكواد بتاعته دي والاوتبوت اللي هيطلع. هبعت لكم اللينك بتاع الاكواد دي كلها والاوتبوت اللي هيطلع يعني من الاكواد دي يعني. تمام. طيب تاني حاجة بقى الفكرة بتاعت البوش ماتريكس والبوب ماتريكس. تمام. طيب في الأول إحنا بندور على الدرو شيب، مثلا نبدأ من سي. تمام. فالدرو شيب هي هيعمل ترانزيت في الأول وبعد كده يعمل روتيت. تمام. فهيتحرك حوالي خطوة ناحية الإكس، بعد كده إيه يحصل له روتيت حوالين الزد. تمام. طيب فكرة البوش والبوب بقى، أول ما تلاقي بوش لازم إيه تدور على البوب. تمام أهو، يعني أدي روتيت. تمام. بعد كده بوش معلم عليه، بعد كده ترانزليت سكيل ترانزليت روتيت ترانزليت سكيل روتيت، بعد كده بوب. فنعلم عليها ونوصلهم. هل ما بينهم في أي درو شيب؟ لا، يبقى ملهمش لازمة. تمام. بعد كده ترانزليت وبعد كده درو شيب. هي الدرو شيب. الدرو شيب دي هتعمل ايه الأول؟ هتعمل ترانزليت وبعد كده هتعمل الروتيت. تمام. تمام. طيب هنا مثلا ادي جي ال بوش ماتريكس. تمام. بعد كده روتيت ترانزليت، بعد كده درو ال شيب. درو ال شيب يبقى دي هيتطبق عليها دي وهيتطبق عليها دي. تمام. طيب ده كله ايه جوه البوش. تمام. بعد كده في بوش تاني، هنفتح بوش تاني. تمام. بعد كده ترانزليت وروتيت وبعد كده بوب. البوب دي تقفل أقرب بوش ليها اللي هي دي. تمام. بعد كده بوب تاني، فالبوب دي هتقفل ايه البوش دي. وبعد كده سكيل ودرو شيب. تمام. الدرو شيب دي هت... هتتأثر بدي اللي هي السكيل. هل هتتأثر باللي فوق دول؟ لا. ليه؟ عشان دول حصل لهم بوش وبوب فتنفذوا وخلصوا، ما فاضلش غير دي ودي. تمام. تمام. ودول طبعا ايه ما قلنا ان هم ملهمش تأثير طالما ما فيش درو شيب ما بين البوش والبوب. تمام. تمام. بس ودي برضو عادية، البيجن والاند ده بيرسم تراينجل يعني ده شكل هيتأثر بده وهيتأثر بده، لكن الدرو شيب ده هيتأثر بده بس. تمام. تمام. يا رب تكون الدنيا واضحة. طيب هو ده بقى ايه المهم شوية واللي بعديه أهم. طيب هنا عاوز يحول من الشكل A للشكل B. ازاي نحول الشكل ده للشكل ده؟ حصل له ازاحة صح؟ حصل له زحزح ناحية الإكس كده وطلع شوية صح؟ عشان وصل لهنا. طيب فهنعد المربعات. ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ست. الخمسة حوالين الإكس اتجاه السالب، وبعد كده طلع فوق بمقدار واحد في الواي. تمام. بس هنلاقي إن الشكل ده هو إيه الشكل ده، يعني إحنا بنمسك في الأول نقطة من الشكل ونقعد نحركها لحد ما توصل إيه النقطة هنا. بس
فكده احنا عملنا له ايه جي ال ترانزليت اف -5 1 0، -5 للإكس، 1 للواي، وزيرو للزد. تمام. طب ايه الماتريكس بتاعتها؟ احنا اتفقنا ان الدايجونال بيبقى واحد، وده الاكس ودي الواي ودي الزد، اكس واي والزد. تمام. تمام. طيب عاوز من بي لسي. طيب من بي لسي، من ده لده، نعملها ازاي؟ هنودي ده كده، وبعد كده نعكسه، بعد كده نعكسه او نلفه. تمام. يعني هنعمل له ترانزليت وبعد كده نلفه عشان يبقى هنا. تمام. طب هنعمل له ترانزليت ازاي؟ هنعمل ايه؟ آه هنشوف النقطة دي. تمام. هو الشكل ده هيروح هنا وهيلف 90 درجة، فهيروح هنا. تمام. طيب احنا عاوزين النقطة اللي قبل ما يلف 90 درجة كانت ايه؟ هو أول ما يلف 90 درجة الإكس بتبقى واي والواي بتبقى إكس. طب بنعرفها ازاي؟ بنمسك نقطة الأصل. تمام. ونشوف نقطة معينة في الإيه؟ في الشكل، وبعد كده دي بتبعد قد إيه، دي بتبعد قد إيه عن آه عن دي. تمام. فدي بتبعد 1 2 ناحية الواي، واحدة ناحية الإكس، صح؟ 2 ناحية الواي وواحدة ناحية الإكس. طيب فنعمل إيه بقى؟ فنقلب بقى 2 ناحية الإكس، واحدة ناحية الواي، فهتبقى هنا. تمام؟ يعني الشكل قبل ما يتقلب بيبقى هنا. طيب يبقى إحنا عاوزين الشكل ده يبقى في النقطة دي من هنا، عشان الشكل ده هو الأصل. فعاوزين ننقل الشكل ده من هنا لهنا. هنعمل إيه؟ هننقل 1 2 3 4 5 6 7 أهو، ناحية الاتنين، ناحية الاتنين أهو. تمام. فهننقله إيه؟ 7 ناحية الإكس. تمام. أهو نقلناه 7 ناحية الإكس. طيب وهنعمل له روتيت. بصوا عشان تتوقع برضه أو تتخيلوا المنظر. هو يعني إيه الإكس تبقى واي والواي بتبقى إكس؟ يعني دي إحنا بنلفها كده أهو. تمام. مش دي بقت، مش دي، مش الشكل ده بقى، هو ده أهو. 1 2 3، 1 2، 1 2 عند الاتنين، أدي 1 2 هو عند الاتنين، أدي 1 2 هو عند الاتنين. تمام. فعشان كده عملنا إيه؟ الحركة دي إن إحنا ننقله وبعد كده نعمل له إيه؟ روتيت. أتمنى أكون وضحتها. طيب عملنا روتيت. الكود بيتكتب إزاي؟ لما نيجي نكتب الكود بنكتب جي ال روتيت وبعد كده جي ال ترانزليت، عشان هو هيتأثر بالترانزليت الأول وبعد كده يتأثر بالروتيت زي ما عملنا. تمام. ترانزليت وبعد كده روتيت. طيب نكتب بقى الماتريكس. تمام. نكتب الماتريكس دي، يعني الماتريكس بنضرب الأولانية في التانية، ومش هي لما أضرب التانية في الأولانية مش هيطلع نفس الناتج. تمام. يعني دي الماتريكس بتاعت الروتيت، ودي الماتريكس بتاعت الترانزليت. الار في التي لا يساوي التي في الار. تمام. تمام. طيب ففي الماتريكس احنا بنمشيها ايه؟ من تحت لفوق عادي. بنكتب الماتريكس بتاعت الروتيت اللي هي الروتيت حوالين الذات ب90. تمام. احنا اصلا في الاشكال ال2 دي كلها بن... بنلف حوالين الذات. تمام. طيب ف آه
بنكتب من هنا وهنا، اتفقنا إن إحنا بنصفرهم، وهنا وهنا بنصفرهم، نكتب هنا واحد وهنا واحد، وبعد كده دول كوزين ساين ساين كوزين، كوزين 90 بصفر، سالب ساين 90 بسالب واحد، ساين 90 بواحد، كوزين 90 بصفر. تمام. والترانزليت، الترانزليت احنا قلنا ان الدياجونال بواحد، وال اكس والواي والزد، الاكس اللي هي السبعة والواي والزد، ودي بواحد. تمام. بس تضربهم ازاي بقى؟ تضربهم كده، تضرب الصف في العمود ده هيدينا ده، الصف في العمود ده هيدينا ده، الصف في العمود ده هيدينا ده، الصف في العمود ده هيدينا ده. ازاي برضو؟ تمام. هنا الصف هتبص على القيمة اللي موجودة فيه اللي هي ايه؟ السالب واحد. دي القيمة الكام؟ القيمة التانية. تمام. فانت هنا هتدور في العواميد على القيمة التانية، لو برقم تضربها في دي، لو مش برقم يبقى يعني لو بصفر يبقى بتطلع بصفر. يعني مثلا هنا الصف الأول في العمود الأول، هل القيمة التانية موجودة؟ لا، يبقى بصفر. طب في العمود التاني هل موجودة؟ يبقى الواحد سالب واحد بسالب واحد. طيب في العمود التاني هل القيمة التانية بقيمة؟ لا، يبقى بصفر. طب في العمود الرابع هل القيمة التانية بقيمة؟ لا، يبقى بصفر. تمام. طب العمود التاني، الصف التاني، القيمة الأولانية هي بس اللي فيها واحد. تمام. القيمة الأولانية فيها واحد في واحد بواحد. القيمة الأولانية صفر، يبقى بكام؟ بصفر. القيمة الأولانية صفر، يبقى بصفر. القيمة الأولانية بسبعة، وهنا في واحد، سبعة في واحد بسبعة. تمام. بس وهكذا برضو في الصف ده هتلاقي إن ده مش هينفع، ده مش هينفع، ده هينفع واحد في واحد بواحد، ده مش هينفع عشان ده بصفر. طب ده آخر رقم، هنا آخر رقم بصفر، آخر رقم بصفر، آخر رقم بصفر، آخر رقم بواحد، واحد في واحد بواحد. تمام. عرفنا ازاي نضرب الماتريكس. تمام. طيب ماشي. عاوزين نحول من ال سي، من ادي A ادي C، عاوزين نحول من ده لده. هنعملها ازاي؟ يعتبر هي بس هو يعني هو نفس الشكل ده، نفس الروتيت ده، يعني نفس السين، بس احنا في هنا احنا كنا ايه؟ موجودين هنا، لكن احنا هنا موجودين هنا. تمام. فهي هنعمل ايه؟ هنقيس من نقطة الأصل، واحد اتنين ناحية الواي، واحد ناحية الإكس. تمام. فهنا هنعمل واحد اتنين ناحية الإكس، واحد ناحية الواي. تمام. يعني نخلي الإكس واي والواي إكس. تمام. بس هتبقى هنا. فعشان نحول من ده لده عاوزين إيه؟ عاوزين ترانزيت بكام؟ من هنا لهنا، من هنا لهنا، واحد اتنين ناحية الإكس، واحد ناحية الواي، اتنين وواحد ناحية الإكس والواي. تمام. تمام. نقلناه هنا. تمام. نقلناه هنا. هنعمل إيه؟ هنعمل روتيت أهو عشان برضو تتخيل المنظر. أهو الإكس وواي والواي إكس. مش ده، مش ده اللي هو النقطة دي عند الاتنين، هي النقطة دي عند الاتنين. اه بس يبقى كده إيه؟ يبقى كده ضن. تمام. بس فهنعمل ترانزليت وبعد كده روتيت، وهنضربهم إيه؟ آه آه الماتريكس كان فيها غلطة، فتعالوا نحلها مع بعض. تمام. طيب هنا الصف الأول في العمود الأول، الصف الأول ده فيه القيمة التانية، فهنا القيمة التانية بصفر، فيبقى بصفر.
القيمة التانية هنا بواحد، فواحد في سالب واحد بسالب واحد. القيمة التانية بصفر يبقى بصفر. القيمة التانية بواحد، واحد في سالب واحد بسالب واحد. تمام. طيب هنا القيمة تبقى موجودة في القيمة موجودة في أول إيه خانة. تمام. فهنا واحد في واحد بواحد. بعد كده هنا في العمود التاني بصفر يبقى بصفر، وهنا صفر يبقى بصفر، وهنا أول قيمة واحد، واحد في اتنين باتنين. تمام. طيب هنا تالت قيمة، تالت قيمة هنا بصفر، تالت قيمة هنا بصفر، تالت قيمة هنا بواحد، تالت قيمة هنا بصفر، يبقى صفر صفر واحد صفر. وهنا تبقى صفر 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 واحد. تمام. يا رب تكون وضحت. طيب ماشي. يبقى عرفنا إن الشكل وهو بيتحرك من تحت لفوق. يعني لو هنا في درو فهو بينفذ أو بيتحرك ترانزليت وبعد كده روتيت. لكن لما نيجي نضرب في الماتريكس بنضرب الماتريكس بتاعة الروتيت في الماتريكس بتاعة الترانزليت، بنمشي من كده لكده في الماتريكس. تمام. طيب هنا بقى، هنا شبه الحاجات اللي بتيجي في الامتحان، فنركز في السؤال ده. تمام. وهتلاقوه كتير في المدات وكده. طيب هنا عاوز ايه؟ عاوز نكتب الترانسفورميشن ماتريكس اللي هيعملوا الكود ده، الاوبن جي ال كود. تمام. تمام. طيب هنا الروتيت والسكيل والترانزليت. هنضرب الروتيت دي بزاوية 90 حوالين الزد، فاحنا عرفنا ازاي نعمل ده ونعمل ده، ودول كوزين سالب ساين ساين كوزين. تمام. طيب ادي الروتيت. في السكيل احنا قلنا ان الدياجونال بيبقى ادي الاكس ادي الواي ادي الزد. الاكس هنا بسالب واحد، اتنين سالب واحد، سالب واحد اتنين سالب واحد. طيب نضرب دول في بعض والناتج نضربه في ده. تمام. بس هنضرب الصف في العمود، كل صف في الأربع عواميد هتطلع لنا ده، وإيه، وناخد الناتج ده نحطه هنا ونضربه في الترانزليت. تمام. بس طيب عاوز إيه بقى؟ تاني عاوز ترانزليت وسكيل وروتيت. طبعا الترانزليت احنا عارفين نعملها ازاي، الاكس والواي والزد بيكونوا هنا والدايجونال بواحد زي ما احنا قلنا في الأول. طيب وهكذا برضو إيه في السؤال التاني. طيب هنا مدينا ماتريكس. تمام. وعاوز ايه الاوبن جي ال كوماند، او عاوز الترانسفورميشن ماتريكس. تمام. of each OpenGL command. تمام. يعني عاوز ايه الكوماند بتاع الترانزليت والروتيت، بس انا صعبتها شوية وكتبتهم بالترتيب بحيث انه لو قال لك الروتيت بعد الترانزليت ولا الترانزليت بعد الروتيت تمام فهنكون عارفين. بس احنا عارفين ان ده الشكل ده في الترانزليت اللي هو الاكس والواي والزد. تمام. وهنا متصفر، هنا متصفر، وفاضل الجزء ده اللي هو كوزين ساين ساين كوزين، ودي سالب، فدي حوالين الزد. تمام. كمان عشان هنا ايه متصفر فحوالين الزد. تمام. تمام. بس فهنا جينا نعمل روتيشن وبعد كده ترانزليت. الار في التي طلعت لنا ده. هل ده هو ده؟ لا.
طيب الترانزليت في الروتيت طلعت لنا الماتريكس اللي هو قايل عليها. تمام، فعشان كده الار في التي لا يساوي التي في الار. تمام. بس لكن هو كان عاوز ايه؟ كان عاوز الماتريكس بتاعت كل كوماند، بتاعت دي وبتاعت دي، اهو اللي هما دول، ده وده. تمام. يعني هو ما كانش عاوزهم بالترتيب، بس انا حبيت ايه، نعرف مع بعض ان الترتيب مهم يعني. طيب اخر سؤال، هو سؤال يعني جديد شوية، ممكن يجيب لنا آه هل انا عاوز الروتيت والترانزليت دول، تمام، ودول، وبعد كده جاب لنا ترانزليت وروتيت، دول equivalent is equivalent لما تكون الاكس والواي والزد ايه، اكيد مش هتبقى بواحد واثنين وثلاثة، عشان لو كانت دي واحد واثنين وثلاثة فالترانزليت بعد يعني ترانزليت روتيت هي مش هي روتيت ترانزليت. تمام. فاحنا بنضرب، بنجيب الماتريكس بتاعت دي ودي ونضربهم في بعض، تمام، والناتج هيطلع لنا. تمام. بعد كده هنضرب دي في دي اهو. تمام، ادي الترانزليت طبعا الاكس والواي والزد، وادي الروتيت كده وكده، والروتيت حوالين الزد بيبقى هنا. تمام، ونضرب هنا في قيمتين، خلي بالك، فانت هتدور على القيمة اللي هي موجودة هنا وموجودة هنا، يعني موجودة في الأولانية والأخيرة. موجودة في الأولانية والأخيرة لا صفر، موجودة في الأولانية والأخيرة أولانية بس، واحد في سالب واحد بسالب واحد. أولانية أخيرة لا، أولانية أخيرة واحد في الإكس بالإكس. تمام. تمام. وهكذا تقعد إيه تضرب لحد ما تساوي إن الإكس دي بسالب اتنين والواي دي بواحد والزد دي بتلاتة بس. تمام. فأنت بتجيب قيمة ضرب دول، قيمة ضرب دول، وتساوي اللي هنا باللي هنا. تمام. طبعا هي نفعت ليه؟ عشان برضو هنا حوالين الزد بالمقدار 90، وهنا حوالين الزد بمقدار 90. تمام. أتمنى أكون قدرت أفيدكم في الجزء بتاع الترانسفورميشن اللي هم الروتيت والترانزليت والسكيل، وقدرت أوضح لكم شوية إزاي نضرب الماتريكس الأربعة في أربعة، وإزاي نذاكر الماتريكس بتاعت كل واحدة من الروتيت والترانزليت والسكيل. وهي بس.